لأول مرة إدارة برشلونة يا جماعة تتخذ قرارات صح في الوقت الصح وفي الوقت المناسب يا جماعة. إدارة برشلونة طبعا اتخلت أو داير تتخلى عن البرتقالتين الفاسدتين في برشلونة اللي هم الجواوين، جواو كانسيلو وجواو فليكس نهاية الموسم الحالي. وده خبر سعيد جدا ومفرح بالنسبة لجماهير برشلونة اللي هم أصلا طبعا كانوا ما دايرين اللاعبين يا جماعه. اداره مانشستر سيتي واداره اتلتيكو مدريد شكرا جزيلا، شكرا كثير بالنسبه للقروش اللي اصلا طلبتوه هم ما نافعين. طبعا اداره برشلونه كان داير تحتفظ بالجواوين لموسم ثاني، لكن يا جماعه الطلب المالي اللي طبعا الكبير بالنسبه لمانشستر وبالنسبه لاتلتيكو مدريد يعني ربما اكثر من 40 لكل واحد. ليه؟ هم اصلا بيقدموا في شنو لغايه ما يدفعوا اكثر من ديل ما يستحقوا 2 مليون يورو. فشكرا اداره اتلتيكو وشكرا اداره ما مانشستر. طبعا خلاص العلاقه انتهت بين الجواوين وبين برشلونه. اي واحد بعد ده يشوف او اي لاعب يشوف شجرته في كلمه داير اقولها، لكن خاف انه اداره التيك توك بالذات اليومين ده شاده شديد انه طبعا شغاله حظر وشغاله ولسه عندي حظر عشان كده ما داير. لكن شكرا كثير لهذه الادارتين اللي هم وفرت لنا طبعا قروش ووفرت لنا تفكير